ازيكم عاملين ايه؟ عايزه اكلمكم عن تجربتي مع 3 انواع. يعني 3 رجيمات انا شخصيا جربتهم. يعني انا بخس واتخن واخس واتخن، فجربت اكتر من نوع. بما ان رمضان قرب فخلينا نبتدي برجيم رمضان. هي اول حاجه، السحور هتاخدي ربع رغيف مع بيضه مسلوقه او قطعه جبنه، او معلقتين فول. تمام، مش كلهم مع بعض، يعني حاجه منهم، بالاضافه لطماطم خيار سلطه يعني. خضار السلطه. تمام تمام، ده السحور. نيجي للفطار، هتاكلي الحاجات اللي هقولها لك دي بالترتيب: شوربه، بعدين خضار سواء سلطه او مطبوخ، بعدين بروتين، بعدين النشويات اللي هي رز او مكرونه او عيش. طيب الكميات ايه؟ هتاخدي شوربه زي ما انت عايزه، هتاخدي خضار زي ما انت عايزه اي كميه، هتاخدي بروتين زي ما انت عايزه اي كميه. المحدد كميته. النشويات تاخدي معلقتين مكرونه او معلقتين رز او ربع رغيف. والسكر مسموح لك بمعلقتين سكر بس. بصراحه انا كنت بعمل استثناء لنفسي عشان صيام وكده، فكنت باخد كوبايه خشاف بالاضافه لكوبايه عصير. ده الرجيم ده بيخسس، بيخسس. وحتى لو ما لعبتيش رياضه، طبعا لو لعبتي رياضه هي يعني حاجه افضل واحسن، بس هو غالبا في رمضان مش هيبقى عندك وقت يعني. بس لو في وقت تلعبي رياضه، الرياضه بتحسن شكل الجسم لان بتقوي العضلات. ده اول رجيم. تاني رجيم اسمه رجيم كيميائي. هو ما تتخضوش من الاسم، هو مش ملوش اي علاقة بمواد كيميائية يعني هتاخديها. هو كل الموضوع ان هو بتفصلي بين المجموعات الغذائية، يعني ما بتجمعيش كل العناصر في وجبة واحدة. دي فكرته. يعني ايه؟ يعني انت عندك بروتين ونشويات وفاكهة وخضار يعني، او فيتامينات واملاح معدنية. كلي كل حاجة، كلي في الوجبة حاجة واحدة بس منهم. يعني مثلا هديكي مثال: هتفطري مثلا بيضة مسلوقة، تمام، بعدها بساعتين بين كل وجبة ووجبة، على الأقل ساعتين. فبعدها بساعتين هتروحي تاكلي طبق سلطة، بعدها بساعتين 3 مثلا هتاخدي ربع فرخة، بعدها بساعتين 3 ممكن تاخدي مثلا طبق بطاطس مسلوقة ومثلا قليها في زيت، مش في زيت غزير، يعني في معلقة زيت مثلا. بعدها بساعتين 3 ممكن كوباية زبادي. يعني من 5 ل6 وجبات في اليوم، بس كل وجبة لوحدها. يعني كل وجبة فيها عنصر مجموعة غذائية لوحدها، مش المجموعات كلها مع بعض في نفس الوجبة. طيب تالت رجيم هو انك هتاكلي خضار وبروتين بالكمية اللي انت عايزاها، يعني طول اليوم بس. وتمنعي خالص السكر والدقيق والمكرونة والرز، يعني تمنعي خالص نشويات، بس هناكل خضار وبروتين بس. طيب لو حبيتي تاكلي حاجة مسكرة، ممكن تاخدي ثمرة فاكهة بس مش كل يوم، يعني ما يبقاش ده العادي بتاعك يعني. طيب الرجيم ده فيه كميه محدده؟ لا، بس كل ما تجوعي. يعني مش معنى انا بقولك مفيش كميه محدده انك انتي هتفضلي ال 24 ساعه تاكلي. لا، ما تاكليش غير لما فعلا تكوني جعانه. طيب ولما تجوعي كلي لغايه ما تشبعي عادي جدا. بس دول 3 انواع او 3 يعني رجيمات، ما اقصدش 3 انواع، 3 رجيمات. جربتهم وخسيت عليهم. وسواء يعني حتى لو من غير اكسرسايز هتخسي برضو، بس الاكسرسايز زي ما قلت لك احسن لشكل الجسم عشان بيقوي العضلات.